السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم كله نشاط، حماس، حيويه، حداقه، كلشي اللي بغيتو غتلقاو فيه هذا الفيديو. واول حاجه بديت بها هي هذا الفران. انا هذا البرودوي البنات عاد اول مره كنستعمله، خديته من بيم، ولكن بصراحه النتيجه ديالته ما نقولش لكم عليها. غتقولوا لي يا مريم الفران ديالك نقي، هانتوما غتشوفوا هذا الفراج شنو غادي يخرج منه. واخا كيبان لكم نقي ولكن راه ضروري من الدهون. وخلاص انا ما تنخليش يعني كيتوسخ مزيان، يعني تيتعلق عاد كنمسحو، يعني مره راني كنمسحو باش هكا تبقاو تحافظوا على الحاجه ديالكم تبقى ديما جديده لكم. المهم غادي نخليه. هو من الاحسن البنات كديروه هو فران سخون، كي تكون سخون ديجا كديروه وكتخليه واحد 10 دقائق عاد كتمسحوه. صافي غادي نخليه. غادي ندوز دابا باش غادي نعجن العجينه ديال البيتزا. هاد العجينه البنات راه كتجي واعره بزاف راه كتجي، عرفتي كتجي خطيره. غير جربوها وغادي تبقاو توليو مدمنين عليها. يعني هاد العجينه عندي من زمان وانا كنديرها. المهم هنايا تقريبا 1 كيلو الا ربع ديال الفورص. درت الملحه، معلقه الزبده، خميره يا اما حبيبات ولا المعجونه، 2 معالق ديال زيت الزيتون، عندي 2 معالق ديال الحليب، وعندي معلقه ديال كبيره ديال العسل، اولا لا ما عندكمش غديروا معلقه ديال السنيده. صافي وغادي ناخذ الماء اللي يكون دافي، القياس اللي غادي يعجل لكم. يعني العجينه هي ما كتكونش قاصحه، كتخليوها شويه مرخوفه. صافي كدلكوها يا اما بيديكم ولا بالعجانه، كيبقى لكم نتوما الاختيار، ولكن هي كما قلت لكم ما تخليوهاش قاصحه، كتبغي تكون مرخوفه على هذا الشكل هذا. نتوما غتلاحظوها كيفاش كتجي مرخوفه. هنا انا كندير ليها زيت الزيتون وغادي هكا ندهنها كامله بزيت الزيتون. صافي وغادي نخليها في هذيك العجانه نيت تخمر ليا فيها. ضروري العجينه ديال البيتزا تخمر، تخليوها تاخذ حقها في الخموريه. عاد دوزو باش كتوجدوها كتجيكم من الداخل ديالها خاويه، كتجيكم واعره بحال ديال المطاعم وكتجي حسن. يعني راه الحاجه كديرها بيدك ماشي بحال ديال برا. انا بغيت نشارك معكم هاد البلاستيكات اللي بصراحه فنين البنات، واعرين. هادو لقيتوهم غير خذوهم، راه فيهم 100، فيها هكا بلاستيكه كتغطي بها. عجبوني بزاف وعمليين، واستعملتها حتى هكا كنغطي بها الدلاح. زويونه. هذه كما قلت لكم فيها 100، الثمن ديالها خديتها بشي 15 درهم. صافي هنايا غادي نغطي على البيتزا ديالتي ونخليها حتى يضاعف لي الحجم ديالها مزيان، وندوز دابا باش نكمل روتيني معكم. هنايا دزت باش نمسح البوطه. المهم انا البوطه راه كنمسحها البنات في الليل. هنايا الصباح غير فطرت ودرت عليها اتاي. هذاك الشيء علاش انا كنشارك معكم هذا البرودوي. هذا البنات ديال بيم، هذا متعدد الاستعمال. كديري به حتى الزاج، اي حاجه كتبغي تمسحي بها كتمسحي بها. بصراحه زويون عجبني. وعرفتي راه فيه، شوفوا راه فيه الرغوه بزاف. يعني راه ما ترشوش منه بزاف، غير شويه باش يلا تحيد لكم. عرفتي راه كنبقى نمسح ونمشي نغسل هذاك الطورشون ونعاود عاوتاني نمسح. وبالنسبه للثمن ديالو يعني راه ماشي غالي، راه ثمن مناسب بصراحه. ما عقلتش على الثمن بالضبط، واش 17 ولا 18. المهم اختكم غير كتفوت هذيك الوقيته ملي كنشري صافي كنبقاش عاقله على الاثمنه. واكثريه ديال المنظفات اللي كناخذها البنات كلهم كناخذهم من بيم. بصراحه الثمن ديالهم مناسب كاملين مقارنه مع بلايص اخرين، عندهم ثمن زوين وحتى النتيجه ديالهم واعره بزاف. يعني انا جميع المنظفات كما قلت لكم راني كناخذهم غير من بيم، وهانتوما النتيجه الفوطه كتشعل. وإلا بغيتو نشارك معكم منظفات اللي كناخذ فخليوها ليا في التعليق ان شاء الله نشارك معكم، اولا ندير لكم جوله تما في بيم. ونصيحه البنات، فبغيتو تحافظوا على البوطه ديالكم ولا الفران فضروري تبقاو يعني حتى هما تعطيوهم وقتهم، يتمسحوهم، ما تخليوش الدهون تراكم عليهم. حيت واخا تكون عاد شريتيها جديده وكتخلي هذوك الاوساخ تراكم عليها، فاكيد تبان لك بحال راه شاريها شحال من عام وهي عندك. وواحد سؤال كان كيجيني، البنات اللي كيديروا الطنجره كبيره فوق البوطه ولا كيديروا هذا الطاجين البرمه، فكيتحرق ليهم هذاك الانوكس ديال البوطه. اكيد راه من الجوده ديال الانوكس هي اللي ماشي مزيانه. انا كندير فيها حاجه كبيره الحمد لله ما تيطرى ليها حتى شي حاجه. نصيحه لكم انكم منين صافي كتبان لكم هكا شي حرقه في هذاك الانوكس، قبل ما تستعملوا اي حاجه فبقاو ديروا بابي الومنيوم هو الاول، عاد ديروا فوق منه هذوك الشبيكات، هكا كتحافظوا على البوطه ديالكم وغتبقى لكم ان شاء الله مده طويله. وطبيعه الحال ملي نمسحوا البوطه ضروري ما نمسحوا الجيران ديالها. هنا كما لاحظتوا البنات مسحت هنا حيدت هادشي كامل وعاود رجعته كل
حاجه رجعتها لبلاصتها. القريعات كنخويو اللي عاود عمرتهم، وحده فيها زيت زيتون ووحده فيها زيت المائده صافي، والاخرين دايره فيهم ملحه الابزار. واجي اختي شوفي انت تقولي لي فران كمريم شنو فيه، راه نقي، ها هو شنو خرج منه. شوفوا عرفتي البنات هذا زوين 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 بزاف. انا كنت كنستعمل واحد كنت كنشريه من مرجان، راني كنت شاركته معكم شحال هادي، ودابا خديت هذا الثمن ديالو راه رخيص البنات على الاخر، مقارنه مع الاخر راه رخيص، ولكن النتيجه ديالته زوينه عجبني بزاف، وحتى الريحه ديالته ما يعني ما مجهداش. صافي هنايا خديت هاد البونجه هادي وبديت كنمسح بها. شوفوا البنات، شوفوا الوسخ الدهون كامله اللي كانت كلها زالت بسهوله. ولكن ضروري انكم قبل ما ديروه يكون الفران سخون، تسخنوه واحد شويه وطفيه صافي، وكترشوا عليه كامل حتى هذوك الشبيكات هما كترشوا عليهم تما كيخرجوا كيشعلوا. هانتوما غادي نشارك معكم كيفاش خرجوا. راه ما كتبقاوش تحكوا تفركوا غير شويه البنات ودغيا دغيا. وبالنسبه للبنات هذا راه ديروا حتى اللاطات وشوفوا واش كيفاش كيخرجوا، راه كيخرجوا كيشعلوا. هاد الجلده البنات اللي كتكون على الفران راه كتزول، بغيتو يعني تحيدوها وتغسلوها عاد ترجعوها اولا تمسحوها في البلاصه، المهم اللي بغيتو. هنا ما حيدتش انا هنايا البنات هاد الزاجه ما حيدتهاش، ما بانش لي مسخه من الداخل، صافي دوزت عليها غير من الفوق. وبالنسبه للشبكات فتهما غسلتهم نشفتهم، ودابا كنرجع كل حاجه لبلاصتها. بصراحه النتيجه كانت رائعه ومرضيه وعجبتني بزاف بزاف النتيجه. هانتوما يا شوفوا البنات كيفاش خرج، بصراحه خرج كيشعل. هنا بالنسبه للزاج دائما انا كان في الاخير كنمسحو بالماء ديال الزاج. كنوريكم تما الثلاجه راه حتى هي تقاست لي بداك البرودوي، خصني حتى هي ندوز ليها واحد المسحه، يعني دايزه ندوز على كل شيء. وضروري من اللمسات الاخيره، بما ان الكوزينه عندي فيها البنات الكرونه وفيها مدخله فيها النوار والكري، واللي غيسولني على هادو فكناخذهم من السي واكيكي. راه فيهم الالوان هادو البنات راني حاطاهم انا غير ديكور ما تنسحش فيهم. عندي الاخرين اللي كنمسح فيهم، هادو حاطاهم انا ديكور. وهادوك الكري تا هما اللي حاطاهم فوق الباني تا هما راه خيداهم من السي واكيكي. هادوك الثوب ديالهم فن زوين زوين بزاف، ولكن البنات ما بقيتش يعني دائما كنمشي كنقلب عليهم ما كنلقاهمش، ما بقاوش جابوهم. وهنا بغيت البنات نشارك معكم هذا البنات، راه كنت شاركته معكم بشحال هادي هذا المنظف هذا. هو البنات كنديرو انا للحمام، يعني كنديرو الروبينيات ديال الحمام كيحيد الكالكير. حتى اللي عنده في البانيو عنده الكالكير فيه فهذا زوين البنات. ولكن ضروري منين تبغيو تستعملوه ضروري ما نديرو ليكات اليدين، حيت هاد البرودويات راه تيخرجوا لنا على اليدين. وطبيعه الحال ما نساوش راسنا منين نساليو نديرو كوماج اليدين، نديرو واحد الكريم نرطبوهم، ما نبقاوش حاضين غير الكوزينه ونساو راسنا. هذا البنات راه غتلقاوه في مرجان. هذا البنات راه كان عندي شحال هادي، يعني ما كنستعملوش ديما، غير مره في شحال عاد كنستعملو. صافي هنا غادي نرجع كل حاجه لبلاصتها، وغادي نسالي معكم ان شاء الله، وغادي ندوز باش غادي نكملوا البيتزا ديالنا. صافي هنا البنات من بعد ما كملت كل شيء خمرات لي البيتزا مزيان، راه واحد المقطع ما عرفتوش فين مشى خمرت لي البيتزا، كتخليوها تخمر لكم مزيان البنات. وهنايا يعني كديروا القياس اللي بغيتو. انا هنايا درت فيها 3 ديال البيتزات، بغيتو ديروهم غير صغيورين ديروهم، بغيتو ديروا كبار كيبقى لكم نتوما الاختيار. وممكن انكم ديروا كميه كثيره هكا وديروا عليها نص طيبه وديروها في الكونجيلاتور وقت اللي بغيتو، كتجبدوها وكتعمروها وكتدخلوها للفران، كتجيكم ساهله بصراحه. صافي هنايا بالنسبه انا اليوم ان شاء الله غادي نديرها بالطون. درت هنايا القمرون ضروري لاصوص طوماط هي الاولى، مع درتها مع الزعتره والثومه بودره والشامبينيون. هنايا درت شويه ديال الشاركوتري صافي، وغادي ندخلها للفران.
واحد شويه ديال الزعتره وزيت الزيتون صافي. كندخلها الفران. بالنسبه للفرماج ما تنديروش دابا، يعني كنخليه حتى كتقرب طيب لي عاد كندير فرماج من الفوق. بالنسبه للفرماج اللي درت موتزاريلا، واحد النوعيه البنات زوينه. يعني اليوم درت جوج الانواع ديال الفرماج. واحد كناخذو هكايا غابي من مرجان زوينه البنات. غادي نمشي ان شاء الله المره الماجيه وغادي نصوروا لكم رائع وزوين زوين بزاف. هاي البيتزا ديالي البنات بصراحه كتجي محمره، كتجي رطبه ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف. غادي نقطع معكم وتشوفوا كيفاش كتجي رائعه. واليوم غادي نحبس الفيديو ديالنا هنا. نتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل بحول الله. ما تنساونيش البنات من لايكات وبارطاج ديالكم، التعليق ديالكم اللي كتحفزني وغتزيد تخليني مازال يعني نعطيكم فيديوهات، نعطيكم نصائح، نشارك معكم اي حاجه زوينه. واكيد اكيد يعني الا ما كانش الحاجه زوينه راه ما غاديش نشاركها معكم. تهلاو ليا في رزقكم. مع السلامه.